تمام. كده احنا خلاص بنبتدي وبنسجل، واعتقد ان انتوا هتبقوا كمان سامعيني كويس وكده شايفين الشاشة مظبوط كده. يلا بينا نبتدي. هنعمل ايه في الاول؟ هنعمل المحاضرة كده سريعا، هنوضح كل المعلومات بتاعتها. هتاخد مننا حوالي كده يعني نص ساعة ولا حاجة بإذن الله. وبعد كده نخش على طول في فقرة الأسئلة. فقرة المحتوى والمعلومات هتكون مسجلة عشان تقدروا ان انتوا ترجعوا لها في اي وقت تاني، لكن الأسئلة هتكون اوف ريكورد ومش هنسجل فيها اي حاجة. اتفقنا؟ بداية كده، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ما كنتش اعرف ان في ماتش، انا كنت اعرف ان في ماتش كنت غيرت الميعاد. بس يلا حصل خير. ان التصويت كان 51% ل 49%. ف ان شاء الله هنطلع لايف بالموضوعين، مش هزعل حد. وهبتدي النهارده اول لايف بازاي نحط اهداف في حياتنا، في كل جوانب حياتنا. وبعد كده اللايف التاني هيكون عن الانتاجيه باذن الله. طيب. سريعا كده للناس الجداد، انا اسمي خلود زيان. انا سيرتيفايد بروفيشنال كوتش من ليجاسي كوتشنج انستيتيوت، ومدرب معتمد من جامعه عين شمس، ومعايا ماجستير في الصحه النفسيه، وان شاء الله بنجهز للدكتوراه. دعواتكم. النهارده موضوعنا عن عجله الحياه. عجله الحياه هي تمثيل لكل جوانب حياتنا، عشان نشوف ايه اللي المفروض نركز عليه في حياتنا. خلاص. آم، من الآخر كده عايزين نقول إن الحاجة اللي بتحركنا في الحياة وبتدينا معنى لحياتنا هي الهدف، إن إحنا يكون عندنا هدف في الحياة. لما بنبدأ نحدد أهداف واضحة في كل جانب من جوانب حياتنا، بنحس إننا ماشيين صح في الطريق، وبنبتدي نبقى عارفين إحنا بنعمل إيه، واللي بنعمله ده بنعمله ليه. فالنهارده هنتكلم مع بعض، او هديكوا كده شويه تيبس او اسئله بطريقه الكوتشنج، ازاي نعرف نحط اهداف في حياتنا، او ازاي الكوتشنج ممكن يساعدنا بشكل ما ان احنا نحط اهداف لحياتنا. خلاص. طيب هنبتدي بايه؟ انا بحب دايما ان انا ابتدي بالجانب الروحي، اللي هو يعني في مفهومنا العربي او في مفهومنا في الشرق الاوسط جانب العلاقه بالله. تمام. آه، علاقتنا بربنا هي الأساس، هي الحاجة اللي بتعمل لنا كده ميزان في حياتنا ككل، بتخلي حياتنا ككل موزونة. تمام. بتحصل ازاي التوازن ده، او ان الكفتين تبقى موزونين كده في حياتنا؟ لما نحس بالسلام من جوانا، لما نحس بالرضا، لما نحس ان انت اخر اليوم كده وانت داخله تنامي حاسه ان انت راضيه شويه عن يومك، راضية عن اللي انت عملتيه، راضية عن ان انت بكل ما اوتيتي من مقدرة ان انت عملتي اللي عليكي فحق ربنا، قبل ما يكون في اي حاجة تانية. مش بنتكلم على الحاجات اللي هي الأساسية زي الصلاة، لأن الصلاة دي أساس. تمام. لكن عايزين بعد كده بقى نزود في الجانب الروحي، او طبعا لو حد لسه مش قادر يوصل لمرحلة الصلاة، فطبعا هيبقى الهدف الأساسي بتاعه هو الصلاة. طيب لو احنا قدامنا خلاص الصلاة متحققة، عايزين نزود الجانب ده. اول حاجة بنعملها ان احنا نبتدي نسأل نفسنا، انا ادي يعني تقييمي للجانب ده من نسبة من 1 ل10 قد ايه؟ اديله 1، اديله 2، اديله 5، اديله 7، واعرف انا اديته الرقم ده ليه، الرقم ده بيمثل لي ايه. وبعد ما اعرف اشوف انا عايزه اوصل لفين. هديكوا شويه اسئله، هي مش في البرزنتيشن، بس هتبقى بما ان السيشن مسجله تقدروا ان انتوا ترجعوا وتكتبوها. تبقوا توقفوا يعني التسجيل وتكتبوها لو انتوا عايزين. خلاص. مثلا ممكن نسأل نفسنا اول سؤال، هل علاقتي بربنا زي ما انا عايزه ولا لا؟ هل عندي وقت كل يوم مخصص لعبادة معينة، أذكار، دعاء، استغفار، حفظ قرآن، قراءة قرآن، أعمال خيرية، صدقة؟ هل عندي جزء من ده ولا لا؟ هل عندي طموح معين اني اقرا قران باستمرار او احفظ قران في وقت ما؟ هل مثلا محتاج ازود من اعمالي الخيريه، اطلع صدقه يوميه او شهريه او حسب مقدرتي؟ هل بحس براحه وقت العباده؟ وابتدي اسال نفسي. كل ما الاسئله كترت كل ما تعرفوا تحطوا هدف كويس. حسب اجابتكم على الاسئله
هنبتدي نحط الهدف. اجابتكم ممكن تطلع بان انا عايزه ازود اذكار، فهبتدي اركز ان هي دي النقطه اللي انا عايزه ازودها في الجانب ده، وابتدي اعمل لها خطه وهدف. وازاي نعمل الخطه بقى؟ بان احنا بنخلي الهدف سمارت جول، وده ممكن نشرحه في لايف تاني. طيب ده كده الاسئله اللي ممكن نسالها لنفسنا في الجانب الروحي. تعالوا نشوف الجانب التاني. عندنا مثلا الجانب المالي. الجانب المالي اكيد مهم لكل الناس، حتى لو انت متزوجه، حتى لو انت لسه باباكي بيصرف عليكي، ده جانب مهم في حياتك. لان الوضع المالي لما بيكون مستقر، انت بتحسي براحه، او انت بتحس براحه، بتحسوا بامان. الاهداف الماليه مش بس علشان احنا نكسب فلوس او يبقى معانا فلوس، لا، عشان نحافظ على الفلوس دي. وطبعا في ظل الاسعار اللي احنا عايشين فيها، اكيد اكيد الجانب المالي مهم. فهديكوا شويه اسئله برضو ممكن تسالوها لنفسكم، زي: انا عايزه اوصل لفين مثلا ماليا خلال السنه دي؟ عايزه مثلا اعمل جمعيه ويبقى معايا على اخر السنه 5000 جنيه، 10000 جنيه، 20000 جنيه. عايزه مثلا اوصل لفين خلال 5 سنين، يكون معايا مبلغ قد ايه؟ ايه اللي محتاجه اعمله عشان ازود دخلي الحالي؟ ده سؤال تاني. ممكن اسال نفسي: هل عندي ديون او التزامات؟ ولو عندي، ازاي اقدر اتخلص منها؟ ايه الخطط اللي ممكن اعملها تساعدني اوفر شويه من الفلوس اللي عندي؟ طب هل مثلا محتاجه اتعلم استثمار، اخش جمعيات، اعمل مشاريع؟ ايه بالظبط؟ هل مثلا محتاجه ازود ايه بالظبط علشان خاطر الوضع المالي بتاعي يبقى احسن؟ وهكذا. نخش على الجانب الثالث. الجانب الثالث هو الجانب الصحي. ناس كتير قوي 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 بتهمل الجانب ده، وتركز على الشغل، وتركز على الولاد، وتركز على البيت، وتركز وتركز وتركز، وتنسى صحتها. ما ينفعش. لو نسيتي صحتك انت العمود، او انت العمود. لو العمود ده وقع، مفيش اي حاجه تانية هتتعمل. مش هتعرفي تاخدي بالك من البيت، مش هتعرفي تاخد بالك من شغلك، مش هتعرفي تاخدي بالك من الولاد، مش هتعرفوا تعملوا اي حاجه لو صحتكم تعبت، وبقيتوا للاسف مش قادرين تعملوا اي حاجه. طيب، فممكن تبقى ايه مثلا الاوبشنز اللي ممكن تكون عندنا في الجانب الصحي؟ اني اكل اكل صحي، اني اكل بوعي، اني يبقى عندي لياقه بدنيه، اني اعمل تمارين معينه، وهكذا. طيب، ايه الاسئله اللي ممكن اسالها لنفسي برضو في الجانب ده؟ هل انا راضي عن مستوى في لياقتي البدنيه؟ طبعا السؤال بتاع من 1 ل10 كتقييم، ده معانا في كل الاسئله، او في كل الجوانب. لازم كل جانب امسكه اسال نفسي: انا شايفه نفسي ادي نفسي كام من 1 إلى 10 في هذا الجانب؟ بمعنى ان 1 سيء جدا جدا، و10 ممتاز جدا جدا. هل انا ادي لنفسي 2، 3، 5، 8، 9؟ طب انا عايزه اوصل لفين؟ وهكذا. طيب نرجع تاني للاسئله. ممكن اسال نفسي: ايه العادات الصحيه اللي لو غيرتها هتحسن صحتي؟ او ايه العادات الصحيه اللي ممكن اضيفها لروتين يومي؟ هل عندي وزن مثالي عايزه اوصل له؟ هل بنام كفايه وبشكل مريح؟ في ناس كتير بتنسى موضوع النوم، ويناموا 3 4 ساعات بس، او نوم متقطع. ده بيأثر على الصحه بالسلب طبعا. فلو مش بقدر انام كويس، ازاي اقدر اصلح ده؟ وهكذا. تعالوا نشوف جانب تاني من جوانب الحياه. عندنا مثلا جانب شريك الحياه. هنا انا هتكلم على شقين. الشق الاول لو انت او انت متزوجين، او مرتبطين في مرحله الخطوبه، تحضير الجواز وما الى ذلك، او لسه يعني في مرحله مثلا ان احنا خلصنا جامعه، لسه في انتظار الشريك المناسب، او هكذا. وفي شق تاني لو احنا لسه طلاب جامعه، لسه يعني لسه سننا مش مناسب للارتباط. ساعتها هنخلي جانب شريك الحياة هو جانب العيلة، الأب والأم والإخوات. تمام؟ يعني الجانب ده لو انتوا سنكم لسه صغير هيبقى جانب العيلة. لو سنكم مناسب للارتباط والجواز، أو بتدوروا على شريك الحياة، هيكون ده الأسئلة بتاعتكم. خلاص؟ طيب، ربنا خلق آدم وخلق له ستنا حواء. ده أبسط مثال على إن البني آدم محتاج في حياته علاقة صحية، محتاج شريك حياة يقدر يعيش معاه حياته بشكل صحي. خلاص؟ فايه الاسئله اللي ممكن اسالها لنفسي في الجانب ده؟ ممكن اسال نفسي، طبعا احنا اتفقنا سؤال القياس من 1 إلى 10 ده كده كده معانا. ايه الحاجات اللي عايزه اطورها في علاقتي الحاليه؟ او لو لسه بدور، هيبقى في علاقتي المستقبليه.
هل عندي أهداف مشتركة مع شريك الحياة، أو لسه بتدوري على شريك الحياة أو بتدور على شريكة حياتك؟ فهتسأل نفسك إيه الأهداف المشتركة اللي عايزينها مع شريك الحياة؟ إيه الصفات اللي بتهمني تكون في شريك حياتي؟ وهل الصفات دي موجودة في شريك حياتي دلوقتي ولا لأ؟ هل أنا مستعد أشارك حياتي مع حد وأتحمل مسؤوليات العلاقة؟ طب إيه الحاجات اللي ممكن أعملها عشان أحسن علاقتي الحالية؟ إيه اللي محتاجينه علشان نطلع ستيب كمان لقدام؟ وهكذا. طبعا لو في مشاكل لا قدر الله او كده، طبعا بيبقى يفضل السيشنز احسن فيها ويبقى الكلام فيها بشكل اعمق، لكن هنا انا بتكلم على الستبس النورمال العاديه خالص. تمام. طيب بعد كده في ايه عندنا؟ جانب شريك الحياه خلاص. نبتدي نشوف جانب المهنه او جانب الشغل. وبالنسبه للناس اللي لسه بتدرس هيبقى جانب الدراسه. تمام. جانب الشغل بنقضي فيه وقت كبير قوي 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 من حياتنا، خاصة بالأخص الرجال، أو حاليا لو انتي بتعملي وزوجك بيعمل بيبقى نفس الموضوع. لو انتي يعني منفصلة أو أم الأولاد وكمان بتشتغلي، فهتلاقي وقت كبير جدا 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 من حياتك مقضياه في الشغل. وللأسف الجانب ده لو استمرينا فيه بالشكل ده بشكل كبير بيبتدي يجي على الجوانب التانية بشكل كبير قوي قوي قوي. ممكن ابقى مزدهرة قوي في شغلي وجاية على كل جوانب حياتي، وممكن ابقى مقصرة في شغلي وفي نفس الوقت مقصرة في جميع جوانب حياتي لاني مش حاسة بالبالانس. البالانس هنا هو اللي هيخليني امشي في كل الجوانب دي. تمام. ايه اللي ممكن نسأله في الجانب ده لنفسنا؟ ممكن نسأل نفسنا اول حاجة: هل انا راضي عن وضعي الحالي في الشغل؟ طب ايه المهارات اللي محتاجة ان انا اطورها عشان اتقدم في شغلي؟ ايه اللي ممكن اعمله عشان اطور نفسي مثلا في المجال ده؟ هل محتاج كورسات، تدريبات، كورسات اونلاين، حاجات اذاكرها مع نفسي؟ طب لو انا عايزة اغير شغلي، ايه المجال اللي ممكن اشتغل فيه وهدور على الشغل ده فين وازاي؟ لو عايزة ازود حاجة جنب شغلي يبقى شغل اضافي، هعمله ازاي وهيكون ايه؟ لو انا ما بشتغلش بقى خالص، انا عايزة اشتغل ايه وليه الشغل مهم في حياتي؟ إجابة السؤال ده هتختلف من شخص إلى تاني. ممكن حد يبقى شايف الشغل وسيلة لتأمين المال فقط لا غير. ممكن حد يبقى شايفه واجهة اجتماعية. ممكن حد يبقى شايفه أساس لحياته، وهكذا. فلازم نسأل نفسنا هو إيه بالنسبة لنا. تمام. طيب إيه كمان؟ ممكن نخش على الجانب السادس، وهو جانب تطوير الذات. ده من الجوانب المحببة إلى قلبي أنا بقى. يعني ده أنا من الحاجات اللي بحب إيه أهتم بيها بصراحة قوي. الجانب ده بيخليني اقدر اتحكم في كل الجوانب التانية. مش اتحكم بس، احسن من جودة الجوانب التانية. لما اطور نفسي مش لازم يكون علم بس او شغل بس، انا ممكن اطور نفسي في كل الجوانب. هديكم مثال: في سنة من السنين انا خدت دورة زاد. دورة زاد كانت للتطوير بس في الجانب الديني. هناخد مثلا مثال تاني، اني باخد كورسات علمية لشغلي، قراءة كتب، قراءة أدب، قراءة في تفسير القرآن أو قصص القرآن، القراءة بشكل عام. تمام. هتعلم مهارة جديدة هتنفعني في حاجة تخص بيتي أو ولادي. هتعلم مثلا لغة جديدة هتفيدني مع أولادي، هتفيدني في شغلي، هتفيدني في كذا حاجة. فالجانب ده لو اهتمينا بيه صح هيقدر يفيدنا في كل جوانب حياتنا بشكل كويس، لانه كمان هيحسن من طريقه تفكيرنا، هيخلينا نفكر بشكل احسن. ممكن كمان المهارات اللي نتعلمها مش لازم تكون مهاره حاجه بنعملها، ممكن يبقى مهاره الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي. نتعلم حاجه جديده ننمي بيها شخصيتنا ونطورها. لو عندي مشاكل في الغضب او مشاكل في الانفعال او في التوتر، اتعلم ازاي اسيطر على الحاجات دي وان انا اغير من نفسي بشكل احسن. كل دي جوانب في تطوير الذات. طيب نيجي للسؤال: ايه الاسئله اللي ممكن نسالها لنفسنا؟ ممكن ابتدي اسال نفسي ايه المهارات اللي نفسي ان انا اتعلمها، او ايه العادات اللي محتاجه ادخلها في حياتي جديده، او ايه العادات برضو اللي ممكن اتخلص منها. هل بقرا كتب بانتظام؟
طب ايه الكتب اللي ممكن تفيدني لو قريتها؟ طب هقراها ازاي؟ طب هقسم الكتب مثلا كل يوم عدد معين ولا ساعات معينة؟ طب هقراها امتى وفين وهبقى قاعدة ازاي؟ كل الأسئلة نسألها لنفسنا. ممكن كمان ان احنا نسأل نفسنا ايه التحديات اللي احنا بنتعامل معاها في حياتنا، زي ما قلنا كده من شوية: الغضب، التوتر، الانفعال، العصبية. ايه التحديات اللي ممكن اتعامل معاها او اطور نفسي فيها؟ بحس نفسي خجولة، مش بعرف اتكلم في المواقف، ما عنديش مواضيع اتكلم فيها، ازاي اطور من ده؟ وهكذا. هل بدي نفسي وقت كافي اني اتعلم؟ هل بدي نفسي وقت كافي اطور من نفسي؟ ده كمان سؤال مهم جدا نسأله لنفسنا ونجاوب عليه. اهم حاجة في كل الاسئلة اللي احنا بنسألها النهاردة دي ان انتوا تجاوبوا بصراحة شديدة جدا جدا مع نفسكم، وتبتدوا تشتغلوا على جانب جانب بشكل اكبر. الجانب اللي بعد كده هو الجانب الاجتماعي. طبعا لو احنا اخترنا جانب شريك الحياة كزوج، فالجانب الاجتماعي هنا بقى هيضم الاهل، الاب، الام، الاخوات، العيله، عيله العيله، اهل جوزي، اصحابي، دايره معارفي، كل حاجه. لو كانت الطلبه او السن الصغير اختاروا بدل شريك الحياه العيله، هنا هنوسع بقى دايره الصحاب والعيله البعيده وولاد العم وولاد الخال وكل الكلام ده. خلاص. العلاقه الاجتماعيه زي ما اتفقنا، البني آدم لازم يعيش في دوائر اجتماعية. البني آدم لما ما بيعيش بدوائر اجتماعية، بعيدا عن شعور الوحدة وشعور الاكتئاب وكل الكلام ده، ما بيعرفش يتطور من نفسه لأنه وحيد. فده مش هيخليك عندك صحة نفسية أحسن، مش هيخلي إنتاجيتك عالية، هيعمل لنا مشاكل كتير. لكن لما نبقى جانب العلاقات الاجتماعية محسن في جودة، ده هيخلي حياتنا أحسن بكتير جدا. تخيلوا كده، علاقتكم مع أصحابكم كويسين، وعلاقتكم مع أهلكم كويسين، ومع شريك حياتكم كويسة، فالدنيا بتبقى أهدى، ما فيهاش مشاكل. طبعا ما فيش حياة ما فيهاش مشاكل، أنا بتكلم إن إحنا نبقى أهدى شوية. أوكي؟ طيب، إيه الأسئلة اللي ممكن نسألها لنفسنا برضو؟ ممكن نسأل: هل علاقتي بأسرتي وأصدقائي قوية زي ما بحبها ولا لأ؟ هل محتاجة أكون علاقات جديدة في حياتي؟ هل أنا بدي وقت كافي للناس اللي بحبهم؟ هل في صديق أو صديقة محتاجة أعتذر لها أو أصلح علاقتي بيها؟ طب إيه الأنشطة الاجتماعية اللي ممكن أضيفها في حياتي عشان أحسن علاقاتي؟ كل دي أسئلة، وفي أكتر من كده بكتير ممكن نسألها. آخر جانب ده بيبقى مختلف من شخص لآخر، بس أنا بحب أحط فيه الترفيه، لأن ناس كتير قوي بتفتكر إن الترفيه دي حاجة من الرفاهية ومش أساسية في حياتنا، وده مفهوم خاطئ تماما. الترفيه هو اللي بيعمل بالانس لحياتنا. زي ما بنشتغل جامد وبندي جامد في كل حاجة في حياتنا، لازم نرتاح، لازم نغير جو، لازم نعمل حاجة نجدد بيها نشاطنا عشان نحس بالبالانس، نحس بالتوازن في حياتنا، نبتدي نتبسط، نستمتع بالحياة. ففي ناس بتحب السفر، في ناس بتحب الهوايات. زي ما انتم عارفين انا بحب الارت جورنال قوي، يعني بحب اقعد وقت كده اعمل فيه ارت جورنال. فابتدي اسال نفسي ايه الانشطه اللي بحب اعملها، بس انا ما بديهاش وقت كفايه. طب هل في اماكن نفسي ازورها او تجارب نفسي اعيشها؟ هل بخصص وقت عموما للترفيه، ولا بستنى يوم الجمعه يجي وافضل نايمه وما بعملش اي حاجه؟ خططوا اليوم الاجازه زي ما بتخططوا لايام شغلكم، خططوا لايام الاجازه هتعملوا فيها ايه. هل في هوايات عايزه اتعلمها؟ هل في حاجه نفسي اجربها لاول مره؟ اسالوا نفسكم كده: امتى اخر مره جربت فيها حاجه لاول مره في حياتي؟ هتلاقوا مش كل الناس عندها اجابه سريعه على الموضوع ده. فجربوا ان انتوا تعملوه، جربوا ان انتوا تسالوا فيه، الموضوع معاكم هيفرق جدا جدا جدا. كده بشكل بسيط وسريع ازاي احط اهداف في جميع جوانب حياتي. طبعا في جلسات الكوتشنج بنمسك عجلة الحياة ونعمل لها تقييم، وبنعمل لها يعني تقييم لكل جانب بقى بشكل مفصل قوي، ونحط اهداف ليه وخطط وهكذا. فالموضوع بيبقى ممتع، بيبقى فيه شريك معاك للمساءلة كده، ونشوف ها عملتوا اللي وراكوا ولا ما عملتوش ايه، وايه اللي نفذتوه. بتلاقوا حد متابع معاكوا. فجلسات الكوتشنج اللي بتبقى فيها عجلة الحياة بتبقى بالنسبة لي من السيشنز الممتعة جدا جدا اللي بحبها.
لو حد عايز يسأل أي حاجة على الكوتشنج أو الجلسات يبعت لي، وإن شاء الله أقدر أفيدكم فيها. وبالنسبة للسيشن بتاعت النهاردة كده خلاص خلصت. هقفل دلوقتي التسجيل وهبقى معاكم لو أي حد عنده أي سؤال في أي حاجة. تمام. كده احنا قفلنا خلاص، نقفل التسجيل بقى.